السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهاردة: حتى لا تتكرر معاناتك مع النرجسي. يعني ايه النرجسي؟ تزوج وقاعد عندك طول الوقت. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، دعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اللغز اللي محير كل النساء، اللي محير كل الزوجات، ليه النرجسي بيسعى للزيجة التانية؟ اللغز ده انا شرحته مرارا وتكرارا، ولكن هشرحه تاني علشان تفهمي الهدف من الزيجة التانية عند النرجسي. الهدف منها ان النرجسي ما عندوش ثقة في نفسه، مش شايف نفسه، عايز طول الوقت يحس انه مرغوب، يحس انه شخص قوي. خلاص، كونك انك انت بتيجي تواجهيه بخيانته بيثور جدا جدا جدا، بالرغم انك على حق وبالرغم انك صادقه. خلاص، ولكن هو بيثور ليه؟ هو بيثور لان الخيانه عند النرجسي هي مش رمز للقوة زي ما انت فاكرة، هي مش رمز انه شخص قوي، وانه انك انت لا تعني ليه شيء، وان الزيجة الجديدة هي اللي تعني ليه كل شيء. لا، الخيانة من وجهة نظر النرجسي معناها ضعفه، فانت بتواجهيه بضعفه ولذلك فهو بيثور. تمام؟ طيب، النرجسي دايما لما بيتزوج، للأسف الزوجة الأولى بتفتكر إن هو تزوج لأنه مش بيحبها وهيحب التانية، مش متفاهم معاها وهيتفاهم مع التانية، مش محترمها وهيحترم التانية. تمام؟ لا، النرجسي لما بيتزوج، النرجسي أصلا ما عندوش مقومات الحب والمشاعر والتفاهم والاحترام لأي مخلوق على وجه الأرض. فمهما كانت الزوجة التانية دي متفهمة طبيعة شخصية النرجسي، ده لو هي متفهمة طبيعة شخصية النرجسي ومش هتهاجمه بقى، فهمتي؟ مستحيل 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 هترتاح مع النرجسي ده إذا كانت هي إنسانة طبيعية، شخصيتها شخصية طبيعية. أما إذا كانت الزوجة التانية نرجسية، فالنرجسي أمامه حل من اتنين: إما إنه يصبح ضحية ويمتثل لأوامرها وسيطرتها، وإما إنه يسيبها ويتراجع. تمام؟ وأنا وضحت النقاط دي قبل كده مرارا وتكرارا. خلاص؟ طيب، عشان مش هقولك بقى ترجعي النرجسي، بس عشان الحياة تستقر بينك وبين النرجسي، أولا ما ينفعش انك انت تواجهي النرجسي بخيانته، ولا انك تعايريه بفشله في الزيجة التانية، لانه هيسعى للزواج من الزيجة الثالثة وعشان يثبت لك انه شخص ناجح من غيرك، وان المشكلة فيكي انت مش فيه هو. فاوعي تعايري النرجسي بفشله في الزيجة الثانية. كون ان النرجسي يعترف بخطأه ويقول لك انا هطلقها وانا مش مرتاح معاها، ده يعني ده تصريح، يعني اقول لك كده تصريح مهم جدا 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 جدا. النرجسي دايما بيكابر ودايما بيمثل على الزوجة الاولى انه متهني وسعيد مع الزوجة التانية، خلاص، علشان يضايقك اكتر. معنى كده ان النرجسي اللي معاكي مدرك قوة شخصيتك، ومدرك انه لا شيء بدونك، ومدرك ضعف الزوجة التانية وقلة شخصيتها، وضعفها ضعف الزوجة التانية يذكر النرجسي بضعفه الداخلي. خلاص، فمستحيل انه يستمر معاها، والاستمرار مع الزوجة التانية هيكون صعب جدا على النرجسي. خلاص؟ طيب، ما تضخميش من حجم الخيانة في كلامك دايما مع النرجسي، ما تضخميش من حجم الخيانة، فتضخمي من حجم الزيجة التانية وتحسسيه ان الزيجة التانية علمت عليكي فيتمسك بيها، لان النرجسي بيتمسك بكل ما هو مؤلم ليكي، بكل ما هو مدمر لنفسيتك. النرجسي لما شافك قوية ومش همك وعندك لا مبالاة، بالعكس ده انت رحتي كمان، يعني طبعا انت عارفة القصة، انا مش عايزة اتكلم بالتفصيل، خلاص، لكن اكيد انت عرفتي انا بتكلم في مشكلتك. خلاص، فكل ده ادى انطباع للنرجسي
انك شخصية قوية. والنرجسي مع القوي ايا كان، النرجسي مع الشخص القوي، مع الشخص اللامع، مع الشخص الواثق من نفسه، لان كل الصفات والسمات اللي عندك دي النرجسي بيكمل نفسه منك بارتباطه بيكي. النرجسي كل مظاهر القوة في شخصيتك هي كلها بيقابلها مظاهر النقص في شخصية النرجسي. عشان كده النرجسي لازم هيتمسك بيكي لانك مكملة للنواقص في شخصيته. وبالاضافة كمان لو انت مظهر اجتماعي مهم للنرجسي، يعني انت مكملة اجتماعيا لصورة النرجسي اجتماعية، يبقى النرجسي مستحيل هيفرط فيكي. تمام؟ يعني ايه النرجسي تزوج وقاعد عندك؟ يعني النرجسي مش مرتاح. لازم تعرفي النرجسي مش هيقعد عندك علشان يواسيكي او علشان يعني ياخد باله من مشاعرك. او النرجسي هو شخص ما عندوش حدود وما عندوش مشاعر، وبالتالي هو مش هيحافظ على مشاعرك ولا هيعترف بحدودك. خلاص؟ حاولي انك انت بتقولي ان في مجال انك انت تتعاملي مع الزيجة التانية، حاولي انك انت تصاحبيها، تتعاملي كتير معاها بحيث تعرفي ايه اللي جذبوا ليها. خلاص؟ ممكن اللي جذبوا ليها ضعفها، يعني ممكن موضوع ضعفها هو اللي جذبوا ليها، ان هو محتاج واحدة تبقى ضعيفة بس شوية، من كسرة بس شوية. خلاص؟ لكن هو شخصيته كنرجسي ما قبلش الضعف الى هذا الحد. يعني هو كان فاكرها ضعيفة شوية، لكن هو لقاها مش موجودة، شخصية مش موجودة اصلا. فهمتي؟ فحاولي انك انت تعملي توازن بين شخصيتك القوية اللي النرجسي محتاج ليها عشان يتسند عليها ويتحمى فيها، خلاص، وبين اعطاء النرجسي الامان. فهمتي؟ فبالتالي يبقى في توازن. و طول ما النرجسي معاكي في البيت تبقيش طول الوقت قاعده، ما تبقيش، حاولي يبقى في اختفاء شويه. خلاص؟ وفي نفس الوقت عشان النرجسي ما يظنش حاجه فيكي تستشيريه في كل صغيره وكبيره، فيحس ان هو في الصوره ويحس انه معترف بيه وانه متقبل وانه مش مرفوض بالنسبه لك. خلاص؟ بالطريقه دي هتلاقي النرجسي هيرجع لك بنسبه 1,000,000% باذن الله. خلاص؟ يا رب يكون الفيديو عجبك، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. واي حاجه قولوا لي برضو في التعليقات، تكتبوا لي في التعليقات برضو وان شاء الله اجاوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.